من بقي في إدلب. إن كنتم تظنون أن الجيش التركي سيحميكم فمن احتمى بغير الله ذل. ونحن قلنا لكم من أول يوم سوريا الله حاميها، فخلي حاميكم التركي والإسرائيلي والأمريكي، ونحن الله حامينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد بدر الدين حسون، أبوه محمد أديب حسون كان أستاذنا، وهو من قرية ياقد العدس، إلا أن أم أحمد من مدينة حلب. أحمد أديب حسون حينما كنا على مقاعد الدراسة كان يدرس في الثانوية الشرعية في حلب، ومن ذلك الوقت أعرف بعض زملائه كانوا يحدثون عن أخلاقه، ما أن تخرج منها حتى أصبح إماما وخطيبا أصبح خطيبا وإماما في جامع في العمران، هكذا كان يقال له في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت كان يضع مسدسا على خصره، يعني معناته هو تواصل مع المخابرات وصار يمشي بالمسدس عيانا أمام الناس. كذلك أحمد أديب حسون لا يمكن أن ننسى في الثمانينات وموقفه من ذلك الوقت من النظام، حينما قتل النظام ودمر حماه، وكذلك المذابح في سجن تدمر وما إلى ذلك، كان يقف إلى جانب النظام أحمد أديب حسون. وكذلك في هذه الثورة المباركة نحن نقتل بفتاويه، أي نعم، بالفتاوي التي أصدر فتاوى باستخدام البراميل وبتهديدنا وبقتلنا وبسحقنا وبإبادتنا، وكان يؤيد روسيا وما تفعل فينا. هذا الدعي الآن يسرح ويمرح، ما هذا؟ وكان فعلا أشد إيلاما من وقع القنابل علينا حينما كان يتكلم باسم النظام. ولذلك أيها الإخوة يجب أن يحاسب هذا السحيق، يجب أن يحاسب هذا، والله يجب أن يشنق أمام الناس في ساحة سعد الله الجابري في حلب على ما فعل مع الثورة. أطفالنا قتلوا بفتاويه، وتهدمت بيوتنا بسبب فتواه، وكذلك دمرت بلادنا وهجرت هجر أهالينا بسبب الفتاوى التي أصدرها أحمد أديب حسون. والآن يعني بقول لك أنا سجنت 3 مرات. وين سجنت؟ سجنت في المطبخ، سجنتك مرتك يعني. ألا تستحي على نفسك؟ وموقفك قديم من النظام، من المؤيدين له. أسأل الله أن ينتقم منك، ونحن لن نسامحك أبدا ولن نسمح عنك مهما كان الأمر. لا بد إلا أن تلقى جزاءك، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الشيخ أبو مالك.